السلام عليكم أعزائي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم في قطر. بعد الوصول ديال المنتخب المغربي ولاو بزاف ديال المنتخبات العربية وحتى المنتخبات الإفريقية ولا كيبان لهم الفوز بكأس العالم سهل وسهل جدا. كل منتخب كتلقاه كيبني خطط وكيرسم خطط كيفاش غيوصل النهائي، كيفاش غيوصل نصف النهائي، كيفاش غادي ينتصر على منتخبات عريقة ومنتخبات كبيرة بحصص عريضة، برباعية، بثلاثية، بسداسية. كلهم كيعتقدوا أنه مجرد الإيمان بالذات والحلم غادي يحققوا ما حققه المنتخب المغربي. هذا الشيء يعني قبل المشاركة في 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، كلهم مشاو بنية الذهاب بعيدا في المونديال. لكن كما يقول المثل: يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان. يوم الامتحان بان بالمكشوف أن هناك فرق شاسع بين الأحلام وبين الواقع. الواقع شيء والحلم شيء آخر، لأن ماشي غير تفيق الصباح كما كيديروا دوك لي كوتش ديال البناء الذات والتطوير والثقة بالنفس، اللي كيقول لك نوض الصباح وغسل وجهك وسير شوف في المراية وقول أنا غنولي ملياردير، وأكيد من هنا لقدام غتولي ملياردير. بهذه العقلية وبهذه الفكرة مشاو المنتخبات العربية إلى أمريكا، عافقوا الصباح قالوا لك سيدي غنمشيو لأمريكا باش نفوزوا بكأس العالم. هو صراحة الحلم حق مشروع للجميع، ولكن الحلم اللي كيولي منفصل عن الواقع وبعيد عن الواقع هنا كيولي تهريج. صراحة كيولي تهريج، لأن ما حققه المغرب في قطر راه ما جاش صدفة، ما جاش فقط لأننا نؤمن بأننا سنصل إلى نصف النهائي. لا، كاين إمكانيات، آليات النجاح. إلا ما عندكش آليات النجاح وآليات الوصول لتحقيق الأهداف وتحقيق الحلم ما غتوصلش ليه، ما توصلش ليه، ما غتوصلش ليه. ماشي انت مفكك دفاعيا، وسط الميدان خاوي، هجوم ما كاينش، منتخب يعاني حتى في القاره اللي كيلعب فيها، مشاكل بالجمه، عدم استقرار على المستوى الاداره التقنيه، يعني البنيه التحتيه في بلادك وبزاف ديال الامور وفي التكوين والى اخر ذلك. ومن بعد كتفيق الصباح كتقول انا غادي نشارك في كاس العالم، غادي نديه، نعم غنفوز به. هذه ضرب من ضروب الجنون. العرب في هذا الكأس العالم يعني رجعوا لواقعهم ولحقيقتهم، وتم يعني تقزيمهم بصراحة، لأن بزاف ديال المنتخبات العربية تلقوا هزائم نكرة، ماشي فقط هزيمة، لأن في كرة القدم فيها خسارة، ولكن هناك فرق بين خسارة وخسارة. مثلا المنتخب التونسي 5 أهداف، المنتخب القطري 6 أهداف، المنتخب العراقي انهزم ب4 أهداف، المنتخب الجزائري ب3 أهداف، والمنتخب الأردني هو أيضا انهزم ب3 أهداف. يعني كاع الحصص العريضة اللي تسجلوا في هذا كأس العالم تسجلوا في شباك الدول العربية، في شباك المنتخبات العربية، باستثناء منتخب كوراسوماي ولا المنتخب اللي انهزم بسباعية أمام المنتخب الألماني. أما الباقي جميع المنتخبات اللي تلقت الأهداف الكثيرة في هذا المونديال هم منتخبات عربية، ما كاين 3 4 و5 و6، يعني حصص عريضة وعريضة جدا. وهذا الشيء كيخلي بزاف ديال المنتخبات العربية تفيق من الحلم ديالها وترجع للواقع ديالها وتشتغل على النواقص اللي عندها من أجل المستقبل، ومن أجل على الأقل تقديم مونديال مشرف. لأن ملي كتكون عندك ديك الثقة الزايدة في النفس،
انت خاصة نتحدث هنا عن وسائل الإعلام. ممكن اللاعبين عارفين حجم الإمكانيات ديالهم، ولكن انت كإعلام مثلا ملي كنهضروا على الجزائر كاين واحد تجيش إعلامي من طرف الإعلام الجزائري، دايرين واحد الضغط رهيب جدا على المنتخب ديالهم. وهذا الضغط هذا خلى المنتخب الجزائري يلعب بدون شخصية، ولا المنتخب الجزائري مجبر على فوز على الأرجنتين. نعم، لأن ملي كتولي مطالب ديال الجمهور ومطالب ديال الإعلام هو الانتصار على الأرجنتين بثلاثية برباعية بسداسية، هنا راه مشكل كبير. هنا كدير واحد الضغط رهيب على المنتخب ديالك. يعني ما خاصك تكون واقعي، تقول أننا سنحاول، سندافع عن ألواننا، سنفعل ما بوسعنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، على الأقل تعادل كما فعل المنتخب المصري. ربما المنتخب المصري هو الوحيد، هو المنتخب المغربي اللي لعبوا بالواقعية وبالعقلانية. المنتخب المغربي والمنتخب المصري لعبوا بواقعيه وبعقلانيه، وعرفوا كيفاش يحدثوا المنافسين ديالهم وكيفاش يلعبوا مع المنافسين ديالهم، خاصه المنتخب المصري اللي كيتسنى المنتخب البلجيكي ولعب على لي كونتراتاك ولعب على الامكانيات اللي عنده، لان عنده لاعبين يعني كيوجعوا، لاعبين صراع، لاعبين عندهم امكانيات، لاعبين عندهم خبره مثل محمد صلاح، مرموش، وايضا عاشور. هاد اللاعبين يعني ملي كتخلي لهم واحد شويه ديال المساحه يقدر يخلقوا لك الفارق في اي لحظه، وهذا الشيء اللي دار المنتخب المصري. برافو للمنتخب المصري بالرغم من المناكفات الاعلاميه وداك الشيء اللي كاين في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الواقع يقول ان المنتخب المصري قدم مباراه تكتيكيا عقلانيه، لعب بالعقلانيه، ما لعبش ما تبعش لك الشو الاعلامي، ولعب على حسب الامكانيات ديالو. عارف انه كيلعب مع منافس اسمه المنتخب البلجيكي اللي عنده نجوم من الصف الاول عالميا وكيلعبوا في اكبر النوادي العالميه. يعني خصك تلعب معهم بالمنطق، تلعب معهم بالعقلانيه، تعرف كيفاش يعني تحد من الامكانيات ديالهم وتحد من القوه ديالهم. اما انت ملي كتجي كتستصغر لاعب صنع امجاد الكره العالميه، نعم لاعب تقدر تقول لي انه بلغ من الكبار عتيه، يعني وصل 39 عام، ما بقاتش عنده نفس الامكانيات، ما بقاتش عنده نفس، ولكن الامكانيات ديال ميسي صحيح ممكن تقل السرعه ديالو، ولكن الامكانيات الفنيه والطريقه باش كيلعب ميسي لا ما غتغيرش. وبان بالمكشوف ان ميسي استغل تهور واستصغار المنتخب الأرجنتيني من طرف المنتخب الجزائري والتهور التكتيكي اللي لعبوا به. أما بخصوص المنتخب القطري صراحة اللي كان حقق تعادل في المباراة الأولى أمام المنتخب السويسري، دخل المباراة الثانية أمام المنتخب الكندي للقى مشاكل كبيرة جدا مع المنتخب البوسني، وانهزم بسداسية كاملة مكمولة، وزيد عليها الورقة الحمراء، ورقتين يعني جوج أوراق أحمر للمنتخب القطري، خاصة الورقة الحمراء الثانية اللي تكسر فيها رجل لاعب المنتخب الكندي، وقعت شي مناوشات يعني ربما غير رياضية بعد نهاية المباراة. المهم المنتخب القطري في مباراة الأمس ما لعبش بنفس الخطة، بنفس الهدوء، بنفس الثقة اللي لعب بها أمام المنتخب السويسري، علما أن حتى المنتخب السويسري كان بإمكانه أن يسجل أكثر من أهداف في شباك القطريين لولا قلة التركيز. المنتخب التونسي المباراة الثانية غادي نشوفوا مع تغيير المدرب صابر لموشي بالمدرب إيرفي رونار. المهم إلى حد الآن بان بالمكشوف أن الشعارات شيء والواقع شيء آخر. مع توفيقنا، مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع المنتخبات وللمنتخب المغربي اللي غادي يلعب إن شاء الله اليوم أمام المنتخب الاسكتلندي على الساعة 11 مساء. وإن شاء الله نتمنوا المنتخب المغربي يلعب بعقلانية كما ولف المنتخب المغربي كيلعب به، لأن المباراة لن تكون سهلة. إن شاء الله سننتصر
ولكن ماشي بنفس إلى اللقاء.